السلام عليكم. اليوم راح ندير جراتان جلبانة، وصفة جد سهلة وسريعة ويوجد في لحظات. عندي هنا في برمة حطيت شوية بصل وشوية معدنوس وطرف تاع السدر، وقليت هذاك البصل مليح. من بعد حطيت كمية من الجلبانة، هنا حسب كمية العائلة، تقدري تزيدي تقدري تنقصي. بعد ما قليتها هكا شوية اضفت ملح، فلفل اكحل، وراس الحانوت، ومعكر حلو، ونخلي برمتي مليح مليح، لان السر تاع البنه تاع اي طبخه هي تقليه تاع هذيك البرمه، لازم نقلاها مليح. قليها هكا مليح، بعد نمرقها بماء ساخن، ونخلي الجلبانه تاعي هذيك طيب على نار متوسطه، ومره على مره نحركها ونتفقد هذيك الجلبانه لا طابت ولا ما زالت، ثم نلتقي فيما بعد. هنا بعد ما طابت لي هذيك الجلبانه، في نفس الوقت قليت 2 حبات او 3 بطاطا شرائح قليتها، وعندي هذا المول المستطيل، ستف هذيك البطاطا كقاعده، ما نخليش الفراغات، لازم نكمل كامل هذاك السطح تاعها نغطيه بالبطاطا. هنا صفيت الجلبانه تاعي بعد ما طابت من هذيك الصلصه، وفتت هذاك الدجاج، واضفت 2 حبات بيض، من 2 الى 3 حبات بيض. انا خليت 2 حبات خاطر الحبات تاعي كبار. نخلط المكونات مليح مع بعضهم، ونفرغ هذا الخليط فوق هذيك البطاطا. هذه وصفه جيت ما شاء الله، يعني لي ترونش تاع الجلبانه من اروع ما يكون. نفرغ هذيك الجلبانه تاعي على كامل السطح، ومن بعد نحط من الفوق حبه تاع جبن نقطعها ونحطها. هذه اختياريه، تحبوا ديروها تحبوا ما ديروش، كل واحد واش يحب يدير. ومن بعد كي نكمل نحط هذيك الجلبانه تاعي وحبه تاع جبن، نزيد نغطي السطح تاعها بالبطاطا، كامل هذيك الجلبانه غطاها بالبطاطا، ونبرش الجبن، نحط على الوجه جبن مبشور اي نوع يكون عندك، ونحطها تشيح في الكوشه، تكون ديجا الفرن ساخن من قبل. نحطها تشيح، كي تشيح لي نخرجها، ثم نشوفوها بعد نشوفوها في صحن التقديم. هذا الجراتان تاعنا بعد ما طاب، نقطع هذيك لي ترونش تاعي، هذاك الجراتان تاعي الى شرائح، ونقدمها. يعني واش راح نقول لكم، جات جراتان من اروع ما يكون، جربوها ما راحش تندموا. يعني لي ترونش تاع الجلبانه بنه لا تقاوم، جربوها وتشوفوا ما راحش تندموا. جات ما شاء الله، وما داتش يعني وقت كبير، في لحظات وجدت. يعني طبق من اشهى ما يكون، تخضريه لضيوفك لاهل دارك، يعني الكل راح تعجبهم. جات ما شاء الله، جات ما شاء الله. يعني طبق خفيف ظريف، يوجد فيه وقت قياسي. هنا زدت عليها كي حطيتها في الصحن، حطيت عليها من هذيك الصلصه اللي كنت نحيتها من قبل، وقدميها وشهية طيبه للجميع. ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله تشتركوا في قناتي، تعملوا لي لايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والى الملتقى ان شاء الله، وصحة فطوركم، والسلام عليكم.